في حكايات أول ما تسمعها تقول مستحيل، بس القصة دي حقيقية. تفتكر ممكن يحصل ايه لو طيارة دخلت فجوة زمنية؟ تفتكر ممكن حد يختفي ويرجع بعد 35 سنة؟ وده اللي هنحكيه في قصة النهاردة. في سنة 1955 وبالتحديد 2 ديسمبر، طيارة شحن صغيرة اتحركت من نيويورك واتجهت إلى بورتوريكو. وساعتها بقى اللي كان سايق الطيارة ده كان اسمه ويليام وايز، وكان طيار مخضرم، يعني ببادي كده كان عارف كل مسارات الطيران. وساعتها كان كل حاجة ماشية طبيعي لحد ما دخل المجال الجوي المعروف بمثلث برمودا. وفجأة كده اختفت الطيارة من على الرادار الصوتي، لا صوت ولا إشارة ولا حطام ولا بانت في الرادار ايه اللي حصل لها اصلا. والراجل بقى هنا الطيار اللي اسمه ويليام اختفى هو وكل اللي معاه، ولا كأني الارض اتشقت وبلعتهم. ونيجي هنا بقى للاشارات الجوية اللي فضلت تستعلم عن الطيارة وعن الطيار وكل اللي معاه بالايام وبالشهور بل بالسنين، لحد ما هم افتقدوا الامل خالص والموضوع انتهى واتقفل على كده. وعدت السنين والناس نسيت القصة لحد ما نيجي في سنة 1990 ان حصل شيء صدم مطار ميامي. هتقول لي ايه الشيء ده؟ هقول لك عليه دلوقتي. ان مطار ميامي استقبل اشارة اللي فيه طيارة قديمة جدا نازلة المطار بتاع ميامي، المطار الجوي. وهنا بقى اللي قاعدين على الاشارات الجوية والاستعلامات استغربوا جامد، لان الطيارة دي من الطراز القديم. هم استغربوا ازاي الطيارة دي اتحركت من مطار اللي هي جاية منها ومتجهة على مطار ميامي، والطيارة دي من الطراز القديم اللي هي خلاص انتهت. وساعتها الطيار اللي كان راكب الطيارة اللي هو اسمه ويليام طلب اذن بالهبوط، وقال اللي هو اسمه ويليام وايز. وهنا بقى الناس بتاعت الاشارات الجوية استغربت وقعدت كده تفكر شوية، وافتكرت اللي كان في طيارة في الخمسينات والطيارة دي اختفت ومحدش يعرف عنها حاجة. وهنا بقى المراقبين الجويين افتكروا ان دي كاميرا خفية ولا دي ايه بالظبط، لكن الطيارة فعلا هبطت. لكن بقى الاغرب من كده ان الطيار نزل من الطيارة وفضل يبص يمين وشمال ويبص حواليه ولا كأنه شاف حاجة مرعبة او شاف شبح قدامه. وهنا بقى المراقبين الجوي اتصدموا من الموقف ومن شكل الطيارة، وهم افتكروا وعارفين ساعتها ان الطيارة دي اختفت من 35 سنة هي والطيار وكل اللي فيها. يجي بقى الناس والمراقبين الجويين واللي في المطار كلهم جريوا على الطيارة، وبعد ما جريوا على الطيارة ثواني كده والطيارة اختفت تماما ولا كأني مفيش اي حاجة موجودة. والموقف ده كان ساعتها قدام عيون الكل، يعني مش واحد ولا اتنين، ده كان قدام عيون ناس كتير جدا في المطار وشافوا الموقف ده. ومن شدة الموقف ده جالهم هلع وجالهم حالة ذهول، والطيار نزل لوحده من الطيارة جاله صدمة وجاله حالة نفسية وما بيتكلمش. ومن وقتها الناس بتسأل هو ايه اللي حصل؟ هل فعلا في فجوة زمنية في مثلث برمودا، ولا دي تجربة غريبة فوق خيال البشر؟ الطيار ويليام اختفى 35 سنة بس بالنسبة له كأنها لحظة، لكن رجع بنفس السن وبنفس الشكل، لكن بعيون شافت حاجة مستحيل يشرحها. ومن ساعتها ويليام عنده حالة نفسية وعنده صدمة شديدة، ما بيتكلمش مع حد، ساكت مرعوب. وهو رجع فعلا لبيت اهله بس ما حدش عارف ياخد منه معلومة عشان بقى عنده حالة نفسية وعنده صدمة، ما بيتكلمش مع حد، خايف من كل الناس. ودي تبقى قصتنا، والقصة دي حقيقية، وانتظروا ان شاء الله مني قصص جديدة وقصص مختلفة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.